اهلا بيكم في ثالث درس من دورة تعلم تسويق المنتجات. اتعرفنا في الفيديو السابق على طريقة انشاء صفحة عامة على الفيسبوك عشان تعرض عليها منتجاتك وتوصل لناس اكتر. وفي الفيديو ده هنتعلم طريقة عرض المنتج بتاعك على الانترنت بطريقة جذابة وكمان تلفت نظر العملاء. فعايزك تركز كده في الفيديو لانه هيكون فيه معلومات كتيرة جدا، وعايزك تسمعه لحد اخره لان هخليك تبيع اول منتج ليك على الانترنت. فصلي بينا كده على حبيبك النبي ويلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبدئيا كده عايز اعرفك ان موضوع عرض المنتج بتاعك بيبقى ليه نظام، مش ينفع ابدا انك تتهاون فيه، لان ده السبب الرئيسي اللي بيخلي العملاء يكلموك اصلا. هنقسم منتجك لطريقتين في العرض، اما هنستخدم التصوير للمنتج بتاعك على الطبيعة هنصوره على طبيعته، او تصوير وتصميم المنتج وعرضه بشكل جذاب. وهعرفك امتى تستخدم دي وامتى تستخدم دي. بما انك مبتدئ فيفضل جدا انك تبدأ بتصوير منتجك على الطبيعة وتعرضه للعملاء. اما الطريقة التانية بتستخدمها لما تبقى معروف على الانترنت وليك مكانك. طب ايه انهي اكثر طريقة اجذابا للعملاء؟ اكيد طبعا الطريقة التانية. طب ليه انا ما استخدمش الطريقة التانية وانا مبتدئ؟ هقول لك هتستخدمها بناء عليه انت واحد مبتدئ ومش معروف، فلما تنشر بالطريقة التانية مش هيبقى في إقبال، لأنك بالنسبة لي وبالنسبة لأي حد بيشتري مجهول هوية، فمش ينفع أنا أجي أشتري منك وأنا مش عارف أنا بشتري من مين. أظن كده وصلت لك. طب إيه هو الفرق ما بين الطريقتين؟ عايزك تشوف الصورتين دول وتقول لي إيه الاختلاف اللي ما بينهم. هما باينين صح؟ أول واحدة الصورة متصورة على الطبيعة، أما التانية متصممة بشكل كده جذاب وجميل، مع إن المنتج اللي في الصورة الأولى هو نفس المنتج اللي في الصورة التانية. طب بص على الصورتين اللي جايين كده. ها، اظن في فرق صح؟ حلو قوي. نبدا بالطريقه الاولى، وعايزك تركز لي جدا لان دي الطريقه اللي هتستخدمها في شغلك، وعايزك تعمل نفس اللي هقوله في المنتج اللي بتبيعه وابعت لي عملت ايه. الطريقه دي هتتم على كذا خطوه. اول مرحله وهي مرحله التصوير، لازم تجهز المكان اللي انت هتصور فيه وتحاول تظبط الاضاءه بتاعه المكان اللي انت هتصور فيه، سواء بقى هتستخدم الاضاءه بتاعه الشمس او الاضاءه العاديه. ويا ريت يكون الجوده بتاعت الكاميرا تكون كويسه، مش بقول لك ممتازه، عشان تطلع صوره كويسه. وزي ما انتم شايفين بدات هنا بتظبيط الاضاءه، وبدات ان انا اعمل زوم ان بالكاميرا على المنتج عشان التفاصيل تبدا تبان. وادي الصور اللي احنا صورناها. طب افرض مثلا الكاميرا بتاعتي جودتها مش كويسه او مش بتطلع الصوره اللي انا عايزها، هقول لك على طريقه هتظبط لك الصور مهما كانت. هنستخدم طريقه الذكاء الاصطناعي. هتقول لي ازاي؟ هنعمل طريقه بسيطه جدا. هندخل على موقع هيتبو وهنرفع الصورة اللي احنا عايزين نرفع من جودتها، والموقع دوت بيشتغل بالذكاء الاصطناعي. هيروح واخد الصورة بتاعتك، هيرفع من الريزولوشن بتاعها وهيرفع من جودتها. والريزولوشن ده اللي مش عارف معناه الدقة، يعني احنا هنرفع من دقة الفيديو. ولينك الموقع ده هسيبه لك في الديسكربشن تحت، وتعالى اقول لك ازاي تعمل الطريقة ديت لو الكاميرا بتاعتك مش كويسة. طيب الموقع اسمه هيتبو. اول حاجه هندخل على جوجل كروم كده، بعد كده نختار الحساب بتاعنا ونكتب في السيرش هيتبو كلمه هيتبو. هنضغط على اول نتيجه بحث اللي هو هيتبو. هيدخلنا على الصفحه اللي انتوا شايفينها ديت. تمام. دي الصفحه بتاعت الموقع هيتبو ديت، شبيه بموقع BOE. طب ايه هو موقع BOE؟ موقع BOE ده موقع برضك بيوفر لك ادوات للذكاء الاصطناعي زي شات GPT 4. طبعا انت مالكش دعوه بيه ده. ده نفس النظام دوت. الهيتبو ديت شركه بتوفر لك ادوات ذكاء اصطناعي زي ايه؟ زي الادوات دي. عندك هنا محول الفيديو يحول لك الفيديو، مسجل الشاشه ممكن تسجل الشاشه بتاعت الكمبيوتر، محسن الصور بالذكاء الاصطناعي، وده اللي احنا هنحتاجه. هضغط. دي كلها ادوات ذكاء اصطناعي، دي كلها ادوات ذكاء اصطناعي تقدر تنزلها حسب الاحتياج اللي انت عايزه. فاحنا عشان حسب مجالنا احنا هنضغط على محسن الصور بالذكاء الاصطناعي، هيدخلنا على الصفحه اللي انتوا شايفينها ديت. فهضغط على جربها الان. اول ما اضغط على جربها الان هتنزل عندي في الداونلودز، هضغط عليها كده يس، وبعد كده اضغط على انستول. اول ما اضغط على انستول هيبدا يحمل معايا. تمام. واول ما هينزل عندك بالشكل ده، الشكل اللي انتوا شايفينه ده هو ده. هضغط عليه كده، بعد كده هيدخلنا على الطريقه دي. طبعا هو مش هيكون بالعربي، هو هيكون نازل لك بالانجليزي، يعني هيكون كده بالطريقه دي.
انت البرنامج بيدعم اللغه العربيه، فهتضغط على كده، بعد كده تضغط على لانجويج، بعد كده تضغط على عربي، هيتحول باللغه العربيه. هنضغط على اختر الملفات، وبعد كده نختار اي ملف يعجبنا، وليكن نختار الصوره ديت. زي ما انتم شايفين الصوره دي، احنا عايزين نعلي الريزولوشن بتاعها ونعلي الدقه بتاعتها. وفكره البرنامج ده بشكل عام ان هو بيعلي الفريمات وبيعلي الريزولوشن زي ما اتكلمت. هنا الريزولوشن بتاعه او الدقه بتاعته 400%، انا هخليه 800%، وهنضغط على معاينه. هنا هيبدا ان هو يعمل لي معالجه للصوره، وهنشوف الصوره قبل وبعد. زي ما انتم شايفين هو بيحاول يعالج لي الصوره، يشوف لي يطلع لي الاداء الكويس ليها. زي ما انتم شايفين الفرق شاسع يا جماعه. شايفين الفرق يا جماعه؟ الفرق سبحان يعني بص، يعني حاجه عظمه، والله حاجه عظمه. انا ما شفتش حاجه زي كده ابدا. شايفين يا جماعه الفرق؟ فرق شاسع. يعني دي الصوره اللي احنا ضفناها ودي الصوره. شايفين النتيجه يا جماعه؟ علق ليه؟ بس المشكله ان البرنامج ده عيبه الوحيد ان هو مدفوع. يعني انت عندك شايف الصوره ديت هنا فيها علامه مائيه، فانت ومش ينفع تعمل اكسبورت للصوره ديت الا لما تشتري بتدفع حوالي $9 اعتقد في الشهر. في الشهر اهو $9 بتشتري. بس فعلا البرنامج محترم، ويعني ممكن اديه 9/10. يعني هو حاجه محترمه والله. ديت اداه من ضمن موقع هيدبو بيحتوي على يعني ادوات غير دي كتير جدا يعني. طيب احنا عايزين نضيف صورة غير ديت، يعني نشوف كده ايه اللي هيحصل. هل هو يعني الصورة دي ممكن اللي ظبطت معاه، افرض صورة تانية ما ظبطتش معاه. تعال نجرب. هنطلع نختار الملفات وندور على اي صورة كده تعجبنا، وليكن الصورة اللي انتوا شايفينها ديت. الصورة ديت مشوشة، يعني فيها تشويش كده ومش واضحة. بس لا، احنا الصورة ديت هو سهل ان هو يتعرف عليها. خلينا ناخد صورة تانية، وليكن ناخد صورة زي دي كده. هي الصورة ديت واضحة بس عايزين نعرف هل هيزود من الدقة بتاعتها ويزود من أداء الصورة. تعالوا نجرب كده. نضغط على 800، بعد كده طبعا هي الأدوات ديت يعني نموذج بتاع الأبيض الصور. بيحول الصورة الأبيض البيضة، بيحاول إنها يديها ألوان من عنده يظبطها. تقليل الضوضاء يعني ممكن تضغط عليها كده. نموذج عام، ادوات كده ايه هو بيظبط لك. ممكن تخليه ناعم، ممكن تبقى حاد، حسب اللي انت حسب رغبتك. معاينة الالوان والدقة، احنا عندنا اهم حاجة في الحوار دوت هو الدقة او الريزولوشن. بعد ما ظبطنا الدنيا هنا هنعمل حاجة اسمها معاينة. هنا بقى بوظ الصورة. يعني شايفين؟ يعني احنا مش كل الصور هو بيظبطها، يعني احنا ادينا له صورة، الصورة كانت اداءها محترم وكويسة، يعني بوظ الوان الصورة خالص. فالذكاء الاصطناعي يظبط لك الدنيا وممكن يخرب لك الدنيا خالص، فانت مش هتعتمد عليه. تعال نجرب صورة تانية كده يمكن تنفع معاه. وليكن خلينا بس ايه نجيب لنا صورة كده كويسة. ناخد الصورة دي وليكن، بعد كده نضغط على داونلود. اوكي، بعد كده نضغط على ندخل على هل انت غير راضي عن نتيجة هذا النموذج؟ هنقول له نعم، مش عجباني الصورة. تعال ناخد حاجة تانية. هنضغط على اضافة ونختار الصورة اللي احنا عايزينها، وليكن ندخل على الداونلودز، بعد كده نختار تنزيل 3. الصورة زي ما انتم شايفين هي مش واضحة، في تفاصيل في الصورة مش واضحة خالص. فاحنا الريزولوشن بتاعه عالي، هو اعلى حاجة 800%. هنضغط على معاينة. بعد ما خلص عملية المعاينة هو ظبط الالوان شوية. يعني انتوا شايفين هنا ظبط لي الالوان شوية. يعني هو الحتة هنا كانت غامقة فتحها لي، تمام. الوردة كانت غامقة شوية فتحها شوية. الالوان الورق كان يعني ايه غامق، فتح الالوان. فهتلاقي في صور
كويسة وفي صور يعني مش كويسة. يعني الذكاء الاصطناعي ممكن يظبط لك حاجة، يعني هنا خرب الصورة دي حرفيا خربها، وهنا ظبطها شوية. فيعني ما تعتمدش اعتماد كامل على الذكاء الاصطناعي. حاول انت تطلع الصورة بجودة كويسة، ولو ما ظبطتش معاك جربها على الذكاء الاصطناعي. حاول تصور تاني وتعيد تاني، مش هتخسر حاجة. تاني طريقة وهي تصميم الصورة، انك هتخلي الصورة بتاعتك شكلها جذاب كده ومحترم. سواء كان معاك بقى كمبيوتر، سواء كان معاك تليفون، هتقدر تصمم الصورة بنفس الطريقة عن طريق موقع كانفا. لو معاك موبايل هتنزل البرنامج بتاعهم من على المتجر وتبدأ تشتغل، ولو معاك كمبيوتر من الموقع كانفا وهتشتغل وهتطلع كل الشغل اللي انت عايزه. طب انا لحد دلوقتي مش عارف هبدأ منين في الطريقة التانية او مش فاهم حاجة. انا بقول لك انت هتبدأ بالطريقة الاولى. الطريقة التانية دي انا هشرحها لما تبقى معروف على الانترنت وليك مكانك. اول مرحله وهي انك هتبدا تصور المنتج بتاعك بطريقه كويسه. وتاني مرحله انك هتبدا تعمل عزل الباك جراوند او عزل الخلفيه بتاعت المنتج. يعني انت هتصور المنتج بتاعك وبعد كده بتدخل على مواقع او برامج بتروح عازله الباك جراوند دي او بتعزل الخلفيه وبيكون عندك المنتج بتاعك. لو انت معاك موبايل هتقدر تعزل الخلفيه عن طريق برنامج فوتوروم وهشرحه دلوقتي، ولو معاك كمبيوتر هقول لك على طريقه هتستخدم الاثنين فيهم، والطريقه هتبقى بسيطه ومش هتاخد معاك وقت ابدا. فيلا بينا نعرف الطريقه دي. تقدر زي ما قلت لك فوت روم ده تقدر تستخدمه على الكمبيوتر وعلى التليفون بنفس الخطوات، يعني مفيش اختلاف خالص، بنفس الخطوات. فوت روم ده بيعزل الخلفية، لما نضغط عليه كده نضغط على أول خانة بحث هنا وبدخلنا على الموقع. خليها بالإنجليزية وتقدر تحوله بالعربية عن طريق جوجل ترانزليت. تمام. فاول حاجه لما تيجي تدخل على الموقع فوت روم دوت، طبعا فوت روم ده تقدر تنزل البرنامج بتاعهم من على المتجر، وكل اللينكات اللي انا ذكرتها في الفيديو دوت هتلاقيها في اللينك اللي موجود في الديسكريبشن تحت. اول حاجه عشان انا عندي حساب فهعمل تسجيل دخول. انت مش عندك حساب هتضغط على ابدا في الانشاء. فانا اضغط على تسجيل دخول زي ما انتم شايفين. بعد ما سجلت ده ظهر لي الصفحه ديت، فهضغط على حدد صوره. هختار اي صوره بقى ايه عندي عايز اشيل الباك جراوند بتاعتها، وليكن هدخل على الدوكيومنت والفيديوز ومثلا هختار اي صوره، وليكن اي صوره. هو كده كده بيقدر بيعزل لك الخلفيه بطريقه يعني ايه بطريقه كويسه وممتازه. بس المشكله كلها بتبقى في العلامه المائيه دي. تقدر تختار شفاف، يعني كده شفاف، تطبيق قالب جديد، حذل كده الخلفيه، شايفين؟ طيب المشكله كلها بتبقى فين؟ في العلامه المائيه. طب اعمل ايه؟ حلها طريقتين، لا اما تشتري ولا اما تنزل الصوره على التليفون. تنزل الصوره على التليفون وبعد كده بتروح قص الصوره دي. وانا اقول لك طبعا عشان الصوره دي مش مظبوطه، لان انا لو نزلت الصوره ديت لما اجي اقص العلامه المائيه ديت هقص الكيسه معاها او هقص الصوره دي معاها. فانا لا، هناخد صوره تانية ونجرب. حدد صوره، هنختار وليكن الصورة دهيت اللي انتوا شايفينها ديت. هو كده عزل الخلفية، تمام، عزل الخلفية وعزلها يعني بطريقة كويسة. انا عايزة مثلا اشيل الخلفية، فهدوس على شفاف، تطبيق قالب جديد، شل الخلفية كده. طيب المشكلة كلها في العلامة المائية ديت. طب اعمل ايه؟ بتنزل الصورة، بتروح دايس على تحميل، يكمل، وهي نزلت عندي كده زي ما انتوا شايفين. ندخل عليها كده او نرجع كده وبعد زي ما انتم شايفين دي الصورة. طيب انا عايز اقص الصورة دي، هعمل اضغط على علامة الايديت كده، وبعد كده احدد اقص الصورة زي ما انتم شايفين كده. انا قصيت الصورة كده، انا شلت العلامة المائية، واضغط على سيف كوبي، وهنا بختار سيف وتنزل عندي. طبعا قبل اي حاجه، قبل ما انت تصور، فحاول تسيب فراغ من تحت الصوره كده عشان تعمل حساب على العلامه المائيه، عشان لما تيجي تشيل العلامه المائيه مش تقص حاجه من الصوره اللي انت عايز تستهدفها. فبقول لك سيب فراغ كده بسيط من تحت الصوره عشان لما العلامه المائيه تظهر عليها تقدر تقصه ومش تاثر على الصوره او المنتج اللي انت عايز تعرضه. تمام. ده كان فوتو روم برضك. يعني ممكن اغير الخلفيه، يعني ممكن اخليها اسود، ممكن اخليها مثلا حركه في حركه كده، تطبيق قالب جديد. بص بغير الوان، يعني ممكن اعمل حاجات عظمه جدا عن طريق فوتو روم، شايفين؟ طب بص دي
حاجة عظمة عظمة والله. ممكن بقى اعمل اللون دوت، وكل حاجة بنزلها برضك بنزلها واروح قص الصورة. اهم حاجة عندي ان انا اضغط على شفاف تطبيق قالب جديد واعزل الخلفية. كده انا عزلت الخلفية، وادوس على تحميل واقص الصورة. كده انا عزلت الخلفية او عزلت الباك جراوند. دي اهم حاجة عندي. احنا كده عزلنا الخلفية ونزلنا الصورة على الموبايل. انا كنت المفروض اكمل خطوات عرض المنتج، لكن لقيت الفيديو هيطول اكتر من اللازم، فهنكمل الجزء اللي بعده في الدرس اللي جاي. فانا عايزك كده تطبق كل الكلام اللي انا قلته في الفيديو على المنتجات اللي انت بتبيعها، وتبدا تصور وتجهز الصور ديت للدرس اللي بعده عشان نشوف هننشر الصور ازاي. وبس كده. اتمنى تكونوا استفدتوا في الفيديو ده ولو بمعلومة واحدة. في رعاية الله.